السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مدحن 5 نجوم. جاي النهارده عامله لكم رز لسان عصفور بكبد القوانص بطريقه حلوه قوي. هسويناها في حله واحده، وعملنا الكبده بطريقه جميله جدا، وكنت متبلاها تتبيله حلوه قوي مقطعاها وحطاها شايله كده كميه منها وحطاها على وش لسان عصفور كده. بصوا ما شاء الله جاي، بصوا مفرفر، بصوا ما شاء الله، ولا معجن ولا اي حاجه. هنشوف مع بعض ان شاء الله عملنا سمنه عصفور بكبد قوانص ازاي وسويناه في الحله بطريقه بسيطه وسهله جدا ان شاء الله. وممكن بتسميه بديل الرز البسمتي، بس اعتقد مفيش حاجه بديل الرز البسمتي، طعمه مختلف جدا، بس برضه احنا بنغير في طعم الحاجه وفي نكهه الاكل. نشوف مع بعض ان شاء الله عملنا حله سمنه عصفور بكبد قوانص ازاي بسيطه بطريقه بسيطه جدا، وطبق اهو محترم جنب شويه بطاطس محمرين. عملنا غدوه محترمه بطريقه حلوه قوي وطعمه لذيذ جدا، اتمنى تجربوه ان شاء الله. وخدت بقى شويه كبد وقوانص كده هتحطهم على الوش بالمنظر ده كده، وبرده في من جوه برده رز، في جوه من جوه لسان عصفور كبد وقوانص طعمه حلو على فكره، طعمه حلو ويغنيك على الانسان على الرز البسمتي بطريقه جميله جدا. عشان مع بعض ان شاء الله عملناه زي التكات مع بعض النهارده حل لسان عصفور كده بالكبد والقوانص. هنعمل لسان عصفور بديل، طبعا مش بديل الرز البسمتي، بس هنطعمه كده تطعيمه حلوه، وهندخله جوه الكبد والقوانص. بدل ما نعمله الطاجن هنعمله في حله واحده، وهنسويه زي تسويه الرز بالظبط بطريقه هتعجبك ان شاء الله. دي كانت كبد وقوانص عندي، كنت عاملاها معاكم قبل كده في الفيديو، كنت متبلاها، كنت عاملاها دقه تتبيله حلوه قوي. طلعتها وهي مجمده وهي لسه متلجه، قطعتها شرايح بالمنظر ده كده، بتطلع معاكي شرايح بالمنظر ده كده. كبده الفراخ تبليها، كنت عامله بقى دقه كده عندك في الفيديو، دقه كانت بالثوم والبصل والفلفل، وكنت عاملاها بهارات حلوه قوي. ورحت حاطه الكبد والقوانص في قلبي، وطلعتها وهي لسه مجمده كده، من بدايه اقطعها بالسكينه بتطلع لي معايا شرايح بالمنظر ده كده، وريحتها ما اقولكوش يا جماعه. والتتبيله ريحتها حلوه قوي، او حتى تلاقوا بصوا التتبيله لسه كلها في قلب الكبد والقوانص زي ما شاء الله. بصوا بقطعها كده شرايح بالمنظر ده كده، بقى متلجه تطلع معاكي شرايح وجميله بالمنظر ده كده. تمام. طبعا مش هحط كلها على لسان عصفور، هاخد نص جزء منها هحطه على لسان عصفور احنا بنسويه على النار، ودوت هنعمله برده بطريقه حلوه برده كده. هنقدمه جنب لسان عصفور اكله متكامله جنب بعضها. شويه كبد وقوانص كان عندنا في الثلاجه، وكيسين لسان وكيس لسان عصفور. نعمل طبق لسان عصفور كده محتمر بالكبد والقوانص. هناخد مع بعض ان شاء الله. اول حاجه عشان نعمل مع بعض ناخد لسان عصفور مع بعض. مش هنعمل فيه معلقه من الزيت ومعلقه من حبه زيت ومعلقه كبيره كده من السمنه حلوه. هنزل معانا بلسان العصفور كده بقى ان شاء الله كده. هنبدا نحمره، هنشوحه كده مع السمنه، وكتري بقى معلقتين سمنه حلوين كده ومعلقه من الزيت. هبدا بقى اشوحه لحد ما يدي لون الكهرمان الاصفر الفاتح ده. وبعد كده مع بعض بقى ان شاء الله هنعمل فيه التوابل اللي احنا هنحطها فيه عشان يطعم معانا. لسان العصفور يدي طعم بالظبط زي الرز البسمتي، وهو على فكره ما بقولكوش نفس الطعم لا، بس يعني النكهه والتتبيله بتغنيكي. بدل ما هنعمله طاجن هنعمله في حله واحده بطريقه حلوه قوي قوي. والكبد والقوانص احنا عندنا كنا متبلين عندنا في الثلاجه، وقطعناها شرايح زي ما انتم شايفينها دي كده. عايزه تقطعي كبد قوانص حلو تلجيها في الثلاجه وقطعيها تنزل معاكي قطعتها حلوه قوي. وكمان لو كان عندك مجموعه من كبد قوانص تروحي واخداها متبلاها وحطاها في الثلاجه، تطلع ولا فيها ريحه زفره ولا زنخه ولا اي حاجه، ما شاء الله بتبقى ريحتها حلوه قوي، والتتبيله بتبقى مطعمه معاكي في الكبد والقوانص تبقى رهيبه كده. بقى هنحمر مع بعض لسان العصفور باذن الله، ونشوف مع بعض ان شاء الله. هناخد الكميه اللي هنحطها لسان العصفور هنعمل فيها والكميه الثانيه هنعمل فيها بتاعه الكبد والقوانص بتاعه الفراخ بتاعتنا. هنحمر لسان العصفور، ما اطولش معاكم الفيديو. بعد ما احمره ان شاء الله هوريكم هنعمل ايه باذن الله كده. بصوا بعد ما حمرنا لسان عصفور، بصوا لونه الذهبي الجميل ده كده. انا مش محتاجه اكتر من كده اي حاجه. اهم حاجه ايديك فيه عشان ما تحسش ان فيه لون غامق ولون فاتح، لازم يكون كل لون واحد بالمنظر ده كده. وكتري معلقتين السمنه حلوين كده ومعلقه زيت كده بقى في نفس الحله. هي هنقل بس لسان عصفور دوت في طبق، ونرجع عشان نكمل مع بعض لسان عصفور الكبد قوانص في نفس الحله. انا نقلت بص لسان عصفور كده في طبق تمام، هفرده بس كده من بعضه تمام. وهجيب اشبه بعض نعمل مع بعض في الحله بتاعتنا. هنعمل بس الكبد والقوانص. حطيت هنا معلقه سمنه صغيره، هنزل بقى كده بالكبد والقوانص بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بقى كلها كده بتبسط التتبيله اللي كنت متبلاها فيها البصل والفلفل بصوا ريحته حلوه قوي. هبدا بقى اشوح هنا الكبه بتاعتي كلها بالمنظر ده كده. انا هاخد جزء منها احطه على لسان العصفور، وجزء تاني نحطه نقدمه جنب بعض. همسك بده بس كده اشوح معايا الكبد والقوانص بالتتبيله الجميله ديت. لو حد عايز يعرف يخش عندي في القناه هيبقى معموله. هي كانت عباره عن ثوم وبصل وفلفل الوان وهريسه من الشطه وملح وفلفل وبهارات كده مشكله معانا وماء وخل وليمون تمام. وحاطه صوص عليها بيديها طعم وريحه حكايه. هبدا بقى اشوح معايا الكبد كده معايا لحد ما تشوح بتدي لون حلو كده، والطعم معايا الرز بتاعنا. هشوحها ونرجع كمان مع بعض طبق لحله لسان العصفور بالكبد والقوانص.
بصوا الكبد القوانص بتاعتها هي نزلت، ما حطيتش اي حاجه، هي نزلت الميه بتاعتها وشربتها تاني. بصوا يا جماعه المنظر ما شاء الله عليها، ولا ريحتها ملكوش عامله ازاي. هنا بقى التوابل دي اللي هي توابل تتحط على اللهم صل على النبي، لسان عصفور، والطاعه برده بيها الكبد القوانص، كركم وكاري والجنزبيل والملح والفلفل الاسمر وحبهان ورق لورا ولومي. تمام، هنسيبهم كده كلهم على الكبد القوانص بالمنظر ده كده، ياخدوا برده تشويحه حلوه كده معانا، حتى ريحه البهارات تطلع معانا عشان تدي اللون الحلو ايه للسان العصفور بتاعنا. تمام، هجيب لسان عصفور وانزل معانا هنا. هنشيل كده بقى ايه معلقتين كده من الكبده بتاعتنا الجميله دي كده، ونجيب لسان العصفور بتاعنا. نجيب لسان العصفور بتاعنا اللي احنا محمرينه ده كده على الكبد القوانص بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. شوفوا لونه يا جماعه لسان العصفور عامل ازاي. هنزل بقى كله. ده نشوح بقى لسان العصفور كده مع الكبد القوانص. دي اختيار، هتحطها مكعب دجاج كده، نحطها ايه على الوش، بيديها طعم حلو قوي. بصوا انا مشوح بقى ايه لسان العصفور كده مع الكبد القوانص مع الخليط اللي احنا حاطيناه ده كده. بصوا مفرفر ازاي يا جماعه، ولونه عامل ازاي ما شاء الله. والكبد القوانص بصوا مقطعتها وهي ساقعه وهي متلجه عامله ازاي، ولونه جميل جدا. والكركم بيديله الاصفر الجميل ده. هو مقدار لسان العصفور ما بياخدش، يا دوبك ايه يعني كوبايه لسان العصفور، لو تعملي كوبايه بياخد كوبايه الا ربع من الميه. تمام، وبرده تشوفي احتاج حطي حبه بحبه حسب برده نوعيه العجينه بتاعت المكرونه. تمام، هجيب بقى الميه السخنه بتاعتنا ونبدا نحطها ايه على لسان العصفور كده بقى. مشوحين ننزل بقى بالميه السخنه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. مع مقدار الميه يا دوبك مغطي لسان العصفور كده. تمام، هغطي بقى بالحله بتاعتنا عشان يتشرب معانا ومستوي باذن الله، ولكم شكله عامل ازاي ومفرفر وطعمه حلو باذن الله. بصوا كده يا جماعه بقى، بس ما شاء الله عليه، ولا الريحه ما اقولكوش. بصوا فرفر ازاي، بصوا ولا معجن ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله عليه كده. بقى نغرف مع بعض هنا معانا. بصوا يا جماعه كبد القوانص. بصوا فرفرت، حطيت المقدار بتاعه يا دوبك بالظبط. حطيت قيمه نص كوبايه ميه كمان سخنه، لقيته يعني فيها عضه بسيطه كده. فانت برضو بتدوقي الحاجه لو محتاج منك بتحطي. بصوا ما شاء الله، طبق لسان عصفور بالكبد والقوانص حكايه يعني. مش طعم الرز البسمتي بس، والله نكهته وطعمه جميل جدا، وما خدش في ايدنا حاجه. كبد وقوانص كده خدناها وحطيناها. بصوا مفرفر. بصوا ما شاء الله عليه، حاجه كده تعمليها من الاخر ان شاء الله تعجبك باذن الله. بس ما شاء الله عليه. بصوا كده. بصوا كده اي حاجه كده تحفه. كنت بقى ايه شايله انا حبه كبد وقوانص كده على جنب، هنجيبهم بقى كده تقوم معانا كده بقى ايه على وش الطبق. اتلسع كده. هو بقى رز الكبد القوانص بتاعنا بسن عصفور عملناه بالمنظر ده كده، وحاطه بطاطس محمرين على الجناب، طعمه حلو قوي قوي. وتكه الكبد والقوانص ومفرفر وطعمه حلو قوي قوي، مش معجن ولا اي حاجه. اتمنى تجربوا ان شاء الله. كبد القوانص اللي احنا عملناه دوت بتاع عصفور، طبق محترم، كوسات مطاز، اكله هي متكامله. غدوه حلوه قوي قوي تعجبك باذن الله. عشان لايك وشير فاجئ لكم منكم. اتمنى ان شاء الله تجربوا التكات الرز لسان عصفور بالكبد القوانص كلها. سويناها في حله واحده زي الرز كده بالظبط، بطريقه بسيطه جدا وسهله، وما يكونش في ايدك اي حاجه، بس بالعكس طعمه حلو قوي. لو قلت لكم التتبيله، تبلوا كبد القوانص بره تبليهم في التتبيله شويه في الدقه بتاعتها كده، بعدين اعمليها ما بتحتاجش اي حاجه بعد كده. كده خلص معانا. في تكون عجبكم ان شاء الله نرضاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.